السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هوريكم ازاي نعمل كيكة غرقانة بصوص الشوكولاتة، سهلة واقتصادية ومكوناتها بسيطة جدا وهنعملها كلها في الخلاط. وكمان هقول لكم على المقادير بتاعتنا بالكوباية وبالجرام. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هبدأ بيها ان انا هسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 وهسيبه شغال لحد ما احضر الكيكة بتاعتنا. هندخل على المقادير بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ولازم تكون الكوباية موحدة في كل المقادير. اي كوباية تستخدميها لازم تستخدميها في المقادير كلها. يبقى 3 كوبايات من الدقيق عبارة عن 450 جرام او نص كيلو، وبتشيلي منه معلقتين 2 كبار من معالق الاكل. يبقى 3 كوبايات من الدقيق عليهم كوباية من السكر عبارة عن 250 جرام من السكر، و300 جرام لبن يعني كوباية برضو، ونص كوباية من الزيت 140 جرام، ومعايا 3 معالق كبار من الكاكاو الاسباني 40 جرام، ومعايا 3 بيضات، وكيس بيكنج باودر، وذرة ملح ما بين صوابعك خالص، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هي دي كل المقادير بتاعتنا. بعد كده هنجيب بولة فاضية وهنجيب المواد الكافة كلها، الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو، وهضيف كمان ذرة الملح وهننخلهم بمصفى ضيقة كده. تمام. بعد ما نخلنا الدقيق على الكاكاو على ذرة الملح هقلبهم تقليبة كويسة واركنها على جنب. بعد كده هنجيب بقى شفشق الخلاط وهنزل بالمواد السايلة كلها. هنزل باللبن، وهنزل كمان بالسكر، وهنزل كمان بالزيت. نص كوباية من الزيت، يبقى كوباية من اللبن على كوباية من السكر، وهنزل بنص كوباية من الزيت، ولازم يكون الزيت بتاعنا نوعيته كويسة ما يكونش له ريحة. وهنزل كمان ب3 بيضات، وهنزل كمان طالما معانا بيض يبقى لازم نضيف فانيليا. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر، وهضربهم لمدة 5 دقايق في شفشق الخلاط لحد ما الخليط بتاعنا يفتح خالص ولونه يبيض معاكي، وخلاص تحسي ان السكر داب معاكي كده. تمام. بعد ما داب السكر وبقى اللون بتاعنا ابيض زي ما انتوا شايفينه كده، هنزل بيه في بولة فاضية. بعد كده هنجيب بقى الدقيق بتاعنا وننزل معلقة صغيرة كده، وبرده بنخله مرة تانية. عايزة تنخليه كله مرة واحدة تاني وترجعي تضيفي واحدة واحدة مفيش مشاكل. انا بقى بنخل معلقة كده واقلب على طول. مجرد ما الدقيق يختفي المعلقة الاولى تختفي، وبضيف بقى المعلقة التانية برضو بنخلها كده بالمصفى. هستمر كده بقى في الخطوات ديت لحد ما اخلص الدقيق كله. وكده بعد ما ضفت الدقيق بتاعنا كله، حسيت كده انها تقيلة معايا شوية. طبعا بتختلف حسب نوعية الدقيق اللي انت بتستخدميها. في نوعية دقيق بتشرب سوائل، وفي نوعية دقيق ما بيشربش سوائل كتير. ضفت كمان ربع كوباية من اللبن. هقلبها تقليبة كويسة لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي كده. تمام. هنجيب بقى صينية مقاس 30 في 40، وهنزل بيها كده بمعلقتين 2 زيت، واوزع الزيت في الصينية وادهنها كويس. بعد ما تدهنيها لو عندك بقى شوية كده من الكاكاو ممكن تعفري الصينية بتاعتك بيها. انا طبعا الكاكاو بتاعي كان خالص، فاستكفيت بس بمعلقتين الزيت اللي انا حطيتهم. توزعي بقى الزيت كده بالفرشة في الصينية كده عشان ما تلزقش فيها، وهتنزلي بقى بالخليط بتاعك في قلب الصينية. وطبعا تكون الصينية بتاعنا الفرن بتاعنا مسخنينه قبل ما نبدأ خالص في الكيك. ما ينفعش الكيك بتاعنا يدخل على فرن ساقع كده. نزلنا بقى بالخليط بتاعنا كده زي ما انتوا شايفينه. هتوزعيه كويس بقى في الصينية كده. تمام. عشان بقى الصينية بتاعتنا ما يبقاش فيها هوا، بتجيبي عصاية من عصاية الشيش طاووق او سكينة رفيعة، وبتعملي الحركة ديت بحيث ان انت تطلعي الهوا الزايد اللي فيها. وكمان الصينية كلها متبقاش حتة عالية وحتة واطية، تاخد كده مساحة واحدة زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو اهو. بعصاية الشيش طاووق بتعملي الحركة دي. الحركة دي مهمة قوي، بتطلع الهوا الزايد اللي فيها، ما يبقاش فيها فقاعات هوا من جوه كده. خلاص. هنحطها على الرف الوسطاني، نولع من فوق ومن تحت لو فرن كهربا.
لو فرن غاز بتحطيها بقى على الرف الوسطاني، بتولعي من تحت بس، وهي كده كده هتحمر معاكي. هتاخد بالظبط 40 دقيقة. وما نفتحش الفرن عليها خالص قبل 30 دقيقة، مجرد بس ما تشم الريحة ويعدي عليها 30 دقيقة بتبدأي بقى تبصي عليها. تفتحي الفرن بالراحة خالص عشان ما تدخليش هوا في الفرن وتهبط معاكي. وبعد كده بتختبريها بعصاية شيش طاووق، لو طلعت عجينة يبقى لسه ما استوتش، لو ما طلعتش عجينة معاكي تبقى استوت كده تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نعمل صوص الشوكولاتة. معايا نص كوباية من اللبن، معايا معلقتين 2 زبدة، معايا معلقتين 2 كبار من السكر، معلقتين 2 كبار من الكاكاو الاسباني، ومعايا حوالي 100 جرام من الشوكولاتة الخام. انا بشراها بالشكل ده عشان تدوب معايا على طول، او ممكن تحطها برضو قطعة كده هتدوب معاكي برضو، كده كده اللبن هيبقى سخنة فهتدوب معاكي. هنجيب بقى كسرولة فاضية، وهنزل بقى بنص كوباية من اللبن، وهنزل كمان بالسكر بتاعنا. دول معلقتين 2 كبار. المقادير دي مظبوطة قوي وهتطلع سكرها حلوة قوي معاكي. وضفت كمان معلقتين 2 كبار من الكاكاو، و100 جرام من الشوكولاتة المبشورة او شوكولاتة خام زي ما انتوا عايزين احطها كده. وهضيف كمان معلقتين الزبدة، انا ما كانش عندي زبدة حطيت معلقتين 2 سمنة فلاحي. كده تمام. هنقلب بقى المقادير بتاعتنا ديت، وبعد كده هنيجي بقى على البوتاجاز على نار هادية خالص، ونقلب فيها براحتنا خالص لحد ما كل المقادير بتاعتنا ديت تدوب مع بعضها على نار هادية خالص، عشان خاطر ما تشدش معاكي وتعمل مرارة وتحسي انها كده بقى فيها مرارة ما تعرفيش تاكليها. على نار هادية خالص، وبقلبها بالراحة خالص لحد ما كل المقادير بتاعتنا تدوب مع بعضها، والخليط يبدأ يغلي غلوتين 2 بالظبط، وهطفي عليه. اهو بدأ يغلي اهوت غلوتين 2 بالظبط كده، وهطفي على الخليط ده وهسيبه لحد ما يبرد خالص. طبعا الحاجات دي ممكن تعملي بيها روزيتات، تزوقي بيها تورته، اي حاجه. وطبعا كل ما بتسيبيها فتره طويله كل ما صوص الشوكولاته ده بيتقل، ممكن تعملي بيه روزيتات للتورت كده يعني، تبقى سهله قوي. انا هسيبه بس يبرد، بس حاجه بسيطه خالص، يبقى دافي معانا، مش هحطه في التلاجة. لو سيبتيه لتاني يوم بيتقل معاكي. ودي الكيكه بتاعتنا طلعت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. لونها حلو قوي وهشه وطريه بجد، طريقتها حلوه قوي يا بنات، لازم تجربوها. استنيت لحد ما الكيكه بتاعتنا هديت شويه، ما عادتش سخنه خالص يعني، بارده كده حاجه بسيطه. بعد كده والصوص بتاعنا برضو برد خالص، ما عادش بيطلع دخان ولا اي حاجه. سبته شويه كده حوالي نص ساعه لحد ما هدي خالص. والكيكه برضو سبتها حوالي نص ساعه. هنزل بقى بصوص الشوكولاته على الكيكه كده من فوق. لو حطيتي صوص الشوكولاته وهو سخن، الكيك هيشربها، مش هيبان عليها خالص من الوش، ولا تديكي اللمعه اللي انت شايفاها دي. حاولي تستني لحد ما تهدى خالص والكيكه تهدى معاكي. هنقطعها كده زي ما انتوا شايفينها. عايزه اقول لكم والله احلى طريقه للكيكه، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. قطعيها بقى قطع جاتوه زي ما انت شايفاها كده. ممكن تزينيها بالكريم جانتيه برضو، تعملي روزيتات عليها من فوق، وهتبقى حلوه قوي قوي معاكي. يلا بقى نشوف كده الكيكه بتاعتنا شكلها ايه من جوه. ناخد قطعه كده ونحطها في الطبق. شايفين بسم الله ما شاء الله طريه ازاي، ومن جوه شكلها حلوه قوي. عايزه اقول لكم والله طريقه حلوه قوي. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم. لو وصلتوا هنا لحد الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحبكم في الله.